السلام عليكم إلى هذا الجزء الثاني من الحديث حول كتاب المقامرة الجزائرية لعبد الرحمن الحاج ناصر. أردت أن أبدأ هذا الجزء بفقرة أعتقد أنها جيدة جدا كبداية للحديث حول هذا الكتاب، وهي الفقرة التي يتحدث فيها عبد الرحمن الحاج ناصر عن سنة 1964 باعتبارها سنة مرجعية بالنسبة له. يقول: مدينة الجزائر سنة 1964 كانت مدينة عالمية، مدينة الفرح والأمل. كنا على يقين بأن الجزائر لن تلبث أن تصبح بلدا رائدا متطورا وحديثا. كان العيش يحلو بعد فيها وقتها، وكان الناس يأتونها من كل حدب وصوب. الرسل الجدد الذين كانوا يؤكدون لنا هذا المصير كانوا يأتون إليها من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب، وكان أساتذة ثانويتنا متطابقين مع ما ينعكس في هذا المشكال. كانت الإدريسي، وهي ثانوية شعبية ورائدة في نفس الوقت، أساتذتها ممتازون، وحتى إن لم تكن بعض مواد التدريس وقتها، فإن المواد الأخرى كانت ذات مستوى عالي. كان بعض الأساتذة نجوما دوليين ينتمون إلى اليسار طبعا. أحدهم أستاذ الفلسفة واللغة الفرنسية، MTM. في ظرفية الصراع الأيديولوجي اكتشفت في أول توزيع لأوراق الفروض أن الأستاذ منحني علامة 15/20 عن مقالي حول موضوع ما هي البرجوازية، وأكد لي أثناء توزيعه أن علي أن أبلغ العلامة إلى الشخص الذي قام بالعمل، والذي بدا لي وقتها مزاحا مشبوها تكرر في المرة الموالية وبعدها. وما صدمت به أكثر هو أن نفس الحالة تكررت مع أساتذة آخرين كنت أكن لهم إعجابا لا محدودا. كان علي أن أنتظر طيلة فصل الصيف كامل لأدرك أن الذي يراد مني أن أفهمه هو أنني ابن والدي، ذلك الأب، رئيس جمعية أولياء التلاميذ الذي لم يكن من الممكن في نظرهم أن يجسد بلباسه التقليدي سوى الرجع المعادي للتقدم. هذا رغم أن ذلك الأب كان يكتب مقالاته في جريدة الجزائر ريبوبليكان، ويصنف نفسه في أنصار التقدمية. وجدت نفسي مجبرا للمرة الثانية على لزوم هوية المزابي الصغير الذي صار الآن رجعيا بعد أن كان قدره أن يعد نفسه لمهنة بقال، مع أن هذه الحادثة كانت أخطر مما عشت في مرحلة الطفولة، لأن محدثي كانوا في هذه كبارا، بل وحتى نماذج في نظر المراهق الذي كنته، والذي كان يبحث عن أوجه إيجابية تساعده على مواجهة والد يتمتع بشخصية قوية. إذا هذه فقط في إطار المواصلة في وضع وضعكم كمستمعين في سياق هذا الكتاب. الفصول اللاحقة طبعا هناك الكثير من التفاصيل لمن يريد أن يتعرف على مسيرة عبد الرحمن الحاج ناصر في دراسته في سويسرا، دراسته الاقتصاد، عودته وعمله في التخطيط في المجال الحكومي وما إلى ذلك. لكن بشكل عام إذا كان نحاول نلخص وش هي الأشياء التي يعني والتحليلات التي قدمها عبد الرحمن الحاج ناصر للنظام السياسي والاقتصادي في الجزائر. طبعا هي تعتبر الكتاب هذا هو تشخيص عميق لجذور الأزمة التي تواجهها البلاد، يعني في مستويات متعددة. العنوان الأول الذي يمكن أن نخرج به من قراءتنا لهذا الكتاب أنه لا تنمية مستدامة بدون وعي ذاتي. الكاتب يؤكد بشكل دائم على أهمية الوعي بالتاريخ وبالتراث، والتعلم من أخطاء الأجيال السابقة إلى عدم تكرار هذه الأخطاء. مشكلتنا بحسب عبد الرحمن حاج نصر أننا لا نستفيد من هذا الوعي الذاتي بالتاريخ والتراث وما إلى ذلك، وفي كل مرة تقريبا نعيد نفس الأخطاء.
الفكرة الثانية باختصار دون إطالة، يقول عبد الرحمن حاج النصر أنه لا حوكمة بدون نخب وطنية. طبعا ينتقد في هذه النقطة غياب النخبة الوطنية القادرة على قيادة البلاد نحو التقدم وما إلى ذلك. وطبعا تحدث بالتفصيل عن دور النظام في تحجيم هذه النخب ومنعها من التجدد أو من إبراز أسماء جديدة وما إلى ذلك. ثالثا يتحدث أنه لا اقتصاد ناجح بدون ديمقراطية. يشدد أنه هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وبين الأداء الاقتصادي، وأنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ناجح. وبالمناسبة هو يرد حتى على آم، تلك النماذج مثلا المتعلقة بالصين أو ببعض الدول الآسيوية التي نجحت في أن تخلق اقتصادا دون ديمقراطية حقيقية. ويتحدث عن الأسباب التي جعلت تلك الدول تنجح في هذه المسألة. طبعا لن نطيل الحديث في هذه النقطة. لمن يريد التفصيل أكثر في هذه النقطة بإمكانه العودة إلى الكتاب. طبعا يتحدث أيضا في نفس النقطة على أنه هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والأداء الاقتصادي. وأشار أيضا إلى أن الاقتصاد الريعي القائم على عائدات النفط هو أكبر عائق للابتكار وللتنمية والاعتماد على الذات وما إلى ذلك. أشار أيضا إلى حاجة مهمة جدا. بعض الناس عندهم نوع من الضبابية في فهم هذه النقطة. نحن عادة نتحدث أنه لا دولة قوية بدون حرية. الحقيقة أنه مثل ما هذا الشعار هو صحيح، شعار أيضا لا حرية بدون دولة قوية هو شعار صحيح. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الدولة التي ليس لها بناء أو بناء متمثل في مؤسسات قوية من الصعب جدا عليها أن تحقق الحرية والعدالة. الحرية والعدالة هي من شروطها أن تكون الدولة قوية أيضا، لأن حرية التعبير لها ضوابط. وهذا الضوابط إذا ما كانش دولة قادرة على رسمها واحترامها في نفس الوقت. لما نقول الضوابط لا نقصد ولا يقصد عبد الرحمن حاج ناصر الحديث حول بمعنى ماذا؟ بمعنى التضييق على الناس وما إلى ذلك. لا، المقصود هو أن الدولة لديها مؤسسات، المؤسسات لديها تقاليد. هذه التقاليد تسمح للناس بممارسة حريتهم، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على مؤسسات الدولة. طبعا الكتاب يقدم نقدا يعني نقدر نقول مفصلا للنظام الريع الذي وصفه طبعا الحاج ناصر بأنه يرسخ الجمود الاقتصادي والسياسي خاصة منذ سبعينات القرن الماضي. يشير إلى أنه كلما ارتفعت أسعار النفط زاد اعتماد الدولة على الريع وتوقفت إجراءات الإصلاحات الحقيقية. يقول أنه مثلا في بداية الثمانينات لما تراجعت أسعار النفط بعد حرب بعد حرب وعفوا في بداية الثمانينات، نعم، بعد فترة من الحرب العربية الإسرائيلية لما انخفضت أسعار النفط إلى أقل سعر لها، بدأت هناك بعض الإصلاحات الحقيقية في الجزائر التي حاولت التخلص من التبعية والهيمنة البترولية أو هيمنة البترول على مداخيل الدولة. لكن المشكل أنه لما بدأت أسعار النفط ترتفع حدث نوع من النقص وعدم الاستمرار في تلك الخطة التي بدأتها البلد. أيضا يناقش الكتاب أو الكاتب تأثير غياب أدوات التحليل والتخطيط الاستراتيجي، غياب فكرة توظيف الاستراتيجيين وما إلى ذلك في التخطيط للبلد وما إلى ذلك. ويفسر هذا بأنه ناتج عن تدمير النظام الأدوات القادرة على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات مدروسة. ويرى أن الحل يكمن في إعادة التفكير في طبيعة النظام نفسه، يعني بدلا من التركيز على الأفراد بداخله. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المشكل ليس في عدم وجود كفاءات داخل النظام. قد يكون هناك كفاءات داخل النظام، لكن آلية العمل السيستم ككله فيه إشكال، ومن الصعب جدا
يعني إصلاحه من خلال التركيز على الأفراد فقط. على المستوى الثقافي طبعا تحدث الكتاب عن مسألة صراع اللغات في الجزائر، ورأى أنه هيمنة العربية رأى أو وصل إلى قناعة عبد الرحمن حاج نصر، هي أنه في الجزائر هناك ثنائية. ثنائية ماذا؟ هي أن العربية تهيمن لكن الفرنسية تحكم. إذا الثنائية هي تتمثل في ماذا؟ في أن العربية هي اللغة المهيمنة، لكن اللغة الفرنسية هي اللغة التي تحكم. وهذا أدى إلى ماذا؟ إلى تدهور النظام التعليمي وتقليص قدرات المجتمع الفكرية. كما ينتقد أو حذف بعض المراحل التاريخية، وأيضا تسطيح المناهج الفلسفية وما إلى ذلك من التعليم، ويعتبرها أنها وسيلة لإضعاف الهوية الوطنية. من جانب آخر عبد الرحمن حاج ناصر يتحدث عن الأزمة الجزائرية وحركات مثلا مثل الربيع العربي وما إلى ذلك، وأكد على دور الشباب المتعلم في المطالبة بالتغيير وما إلى ذلك، باعتبارها أنها مسائل أساسية. طبعا لما يتحدث مثلا عبد الرحمن حاج ناصر حول الوعي بالذات والوطنية، يأكد على أشياء، يرى أنه ضروري جدا أنه الجزائري يكون واعي بتاريخه وثقافته بعمق. لماذا؟ لأنه يعتقد أن النظام الجزائري في مستوياته المختلفة كان يعني أو في ممارسته المختلفة عبر التعليم، عبر الثقافة، عبر عبر الإعلام، فشل في تعزيز هذا الوعي بالذات، وهو ما جعله يعني يعيد ارتكاب أخطاء سبق وأن ارتكبها في الماضي، أخطاء سياسية واقتصادية وإلى ذلك. ولهذا يدعو عبد الرحمن الحاج نصر الناس أو الشباب إلى محاولة الفهم العميق الثقافة الوطنية، يعني كجهد فردي عوض الاعتماد على الدولة. أيضا يتحدث عن دور النخب السياسية في هذه الجزئية. ينتقد عبد الرحمن الحاج ناصر غياب النخب القادرة على تقديم بدائل فعالة. طبعا يشير إلى أن النظام القائم قام بإضعاف هذه النخب السياسية والاجتماعية، مما جعل القضايا الوطنية تتحكم فيها أقلية ضيقة جدا، وأدى هذا إلى تهشي أو تهميش الفكر والمشاركة العامة. الكاتب أيضا يرى أن النخب التقليدية سواء ولما نقول نخب، المسألة ما هيش أو يعني محتكرة في رجال السياسة والاقتصاد والأكاديميين وما إلى ذلك. لا، النخب بمعناها العام، وفي مقدمتها الجيش، يعني في مقدمتها النخب العسكرية. إذا يشوف أنه النخب في الجيش أو في الحكومة أو في مختلف المؤسسات لم تقدم إسهاما حقيقيا في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، بل سعت يعني هذه النخب إلى الحفاظ على الوضع الراهن. لماذا؟ من خلال تحجيم قوى معارضة حقيقية، من خلال بسط سيطرتها على المؤسسات السياسية وإلى ذلك. وهذا طبعا سيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي بشكل آلي وحتمي إلى أنه يحدث نوع من نستطيع أن نسميه الحفاظ على الوضع الراهن، أو الحفاظ على الوضع كما هو. طبعا يتحدث عبد الرحمن الحاج ناصر بالتفصيل حول الاقتصاد الريعي كما قلنا قبل قليل. و يعني المسألة هذه هي السبب الرئيسي بالنسبة لعبد الرحمن الحاج ناصر في الأزمة السياسية في الجزائر، الأزمة السياسية والاقتصادية. اعتمادنا على عائدات النفط يعيق النمو الاقتصادي المستدام، ويزيد من اعتماد البلد على مصادر غير قابلة للتجديد. ويتحدث على أن النظام السياسي في الجزائر أسس اقتصادا لا يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، بمعنى أنه حتى أولئك الذين يشتغلون هم لا يشتغلون في مناصب عمل تقدم إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وإنما الوظيفة في الجزائر أصبحت كشكل، طبعا وهذه إضافة من عندي، أصبحت كشكل من أشكال تبرير الإنفاق، أو تبرير ال- يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى محاولة لتقسيم عائدة النفط على أولئك الذين يشتغلون. بشكل عام يعني يتحدث عبد الرحمن الحاج ناصر إلى أن الجيل الجديد هذا أصبح أكثر تطلعا نحو المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام، وأنه هذا الجيل من المستحيل أن يقبل استمرار الأمور لسنوات طويلة. طبعا نحن نتحدث الآن وقد مر على كتابة هذا الكتاب 13 عاما أو تقريبا 14 عاما. من المواضيع المهمة أيضا التي يتناولها الكتاب هو دور التعليم في تشكيل العقلية الجزائرية. آه، قلنا قبل قليل أنه تحدث حول مسألة فقدان الهوية الوطنية وغياب المواكبة الحقيقية للتطور العلمي والتكنولوجي وما إلى ذلك. وهذا أدى أو كانت نتيجته الحتمية هو ظهور أزمة في تكوين نخب قادرة على قيادة البلد المستقبل. بشكل عام إذا الكتاب يقدم تحليلا شاملا للأزمة الجزائرية، و يؤكد أن ما يحدث في الجزائر ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل هو أزمة هيكلية تشمل جميع جوانب النظام، السياسية الاجتماعية الثقافية وما إلى ذلك. وطبعا عبد الرحمن حاج ناصر من خلال كتابه يحاول فتح النقاش حول الإصلاحات العميقة التي تتطلبها الجزائر، وطبعا الانتقال بها من ما هي موجودة عليه حاليا إلى فضاءات أرحب وأوسع. طبعا أعتذر على هذا التلخيص الذي أنا متأكد أنه تلخيص مخل. قراءة الكتاب يعني أو عفوا هذا التلخيص لا يغني عن قراءة الكتاب، وإنما هو يمكن أن يكون حافزا من أجل يعني تشجيعنا على قراءة الكتاب. طبعا أنا استمتعت بقراءة تقريبا أغلب صفحات الكتاب. ممكن تبقت بعض العناصر التي لم أكملها، ولكن بشكل عام الكتاب هو تجربة فريدة وتجربة جيدة جدا. أنصح جميع من يستمع إلى هذا البودكاست بقراءة هذا الكتاب والاستفادة من مضمونه ومن تجربة عبد الرحمن حاج ناصر الثرية في الحقيقة، والتي تضيف الكثير في فهم السياق الجزائري بشكل عام. شكرا وإلى اللقاء.